عايزة بشرة صافية كده، بس انت تعبتي من آثار الحبوب المحمرة والملتهبة في كل مراية بتشوفيها، وبتحسي ان بشرتك محروقة لا عارفة تروحي ولا تيجي بسببها، وكمان بتخبيها بالميك اب. هقولك بقى ازاي تتعاملي مع الآثار دي خطوة خطوة على أساس علمي، من غير ما تستخدمي أي منتجات تضرك أكتر، وعن تجربة مع عملاء كتير. بس الأول عايزاكي تعملي سبسكرايب عشان تنضمي معانا. البنوتة دي زي ما انتوا شايفين كده بشرتها مليانة آثار، بس في خلال أسبوع واحد حلتها لها وقلت فعلا، وهي حاليا لسه مستمرة على العلاج. بس قبل ما اقول لكم ايه هو العلاج هقول لكم انا منعتها من ايه الاول. منعتها من اي غسولات فيها احماض مقشره او ريتينول او اي حاجه تانية قويه على البشره، ومنعتها برضو من اي صابونه للبشره مهما كان نوعها ايه، ومنعتها برضو من اي سيرم فيتامين سي او سيرم للتفتيح زي الكوجيك اسيد او الهيدروكينون، ولا بقى ادابالين ولا اكريتين ولا اي ريتينويد خالص. وبرضو تتخلصي من اي منتج ملوش لازمه ومش هقولك عليه في الفيديو ده. يعني عايزاكي تقتصري الروتين بتاعك على غسول ومرطب لطيف وصن سكرين بس. طب ليه؟ لان كل المواد اللي قلتلك عليها دي مش بس هي مش هتفيدك في حاجه اصلا، لا ده هي ممكن تزودلك الاثار كمان وتلهلبلك بشرتك وتدمرلك حاجز البشره بطريقه بشعه جدا واعمق. ركزي بقى معايا كويس جدا واسمعي ايه الروتين اللي المفروض تمشي عليه عشان توصلي للنتيجه دي. غسول لطيف جدا لا يكون فيه احماض مقشره او ريتينول او اي خزعبلات، عشان يبقى خفيف جدا يا دوبك ينضف البشره ويشيل اي اتربه اخدتيها من الجو مرتين في اليوم صبح وليل. ومحتاجه مرطب فيه هيالورونيك اسيد وسيرامايدز وسنتيلا، واهم ماده فيهم هي السنتيلا لانها ماده بطبيعتها مهدئه جدا وكمان بتقلل الالتهابات اللي هي اصلا سبب الاثار دي. ويا سلام بقى لو استخدمتي سيرم نايسيناميد من السيرمز دي لانها ماده بطبيعتها بتقلل الالتهابات وهتساعدنا جدا في الحاله دي. وبعدين هنعمل تيست الحساسيه، هنحط نقطه على الدقن هنا ونستنى يوم او يومين هنشوف لو عمل التهابات واحمرار ولا لا. لو ما عملش اي التهابات واحمرار هنستخدمه يوم ويوم لا، مره واحده بس الصبح بس. اهم حاجه بقى لو انت ما استخدمتيش اي سيرم نايسيناميد قبل كده وقررتي تجربيه وتجيبيه وتستخدميه كماده، فلازم تستخدمي اقل تركيز موجود في السوق وهو نايسيناميد 5%. ولو تعرفي تركيز اقل منه اكتبي لي في الكومنتس اسمه ايه. ولما نخلص العلبه اللي معانا اللي فيها 5% نايسيناميد ممكن نزود التركيز تدريجي لان كده بشرتك اتعودت عليه ل 6% نايسيناميد وبعدين 10% نايسيناميد. طب ده روتين الصبح. بالليل هنعمل ايه؟ هنجيب الغسول اللطيف بتاعنا ونغسل بيه بشرتنا وهننشف بشرتنا كويس جدا ما يبقاش فيها ولا نقطه ميه، وبعدين هنبدا نحط على الاثار دي ازودرم او اي سيرم فيه ازاليك اسيد. مادة الازاليك اسيد بطبيعتها مادة مقشرة، لا وكمان هي مضادة للالتهابات، يعني بتقوم بدورين مش بدور واحد. ولو عايزة تعرفي ازاي تستخدمي الكنز ده شوفي الفيديو ده. بعد بقى ما الازودرم يتشرب او تشيليه هتحطي المرطب بتاعك عادي، وده طبعا يبقى بالليل. ومش هوصيكي اوعي تستخدمي النايسيناميد وتحطيه على بشرتك في وقت قريب من الازودرم، لان الاتنين هيلهبوا بشرتك بيعملوا تفاعلات قوية جدا هيدمرولك بيه حاجز البشرة، فانا ما ينفعش ابدا استخدم الاتنين دول مع بعض على بشرتي. وبعدين نحط المرطب بتاعنا عادي، بس اهم حاجه واحنا بنستخدم اي حاجه من الحاجات دي على بشرتنا نهتم بالمناطق اللي فيها اثار، وكفايه جدا نحط من سيرم نايسيناميد 3 نقط بس على بشرتنا كلها. وبرده مش هوصيكي السان سكرين الصبح وانتي نازله من بيتكم عشان ما يعملش اي حروق او التهابات، وابعدي عن الشمس على قد ما تقدري، يعني البسي كاب او امسكي شمسيه، المهم تبعدي عن الشمس. طب خلاص كده؟ لا، لازم تبعدي عن الاكل الحراق والحاجات المشطشطه، وابعدي عن الدهون والفاست فود والزيوت الكتير، وشيلي برضو اي منتج ملوش لازمه في روتينك وما قلتلكيش عليه في الفيديو ده عشان توصلي للنتيجه دي في خلال اسبوع واحد زي البنوته. وزي ما قلنا في الاول ابعدي عن اي ماده بطبيعتها بتلعب البشره وبتقشرها، وركزي على المواد اللي بتهديها. لو عندك بقى اي سؤال اكتبيهولي في الكومنتس، وما تنسيش السبسكرايب وتفعلي الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. اشوفكم الفيديو الجاي.